بيبدأ المسلسل في الوقت الحالي وتحديدا في دولة الإمارات، وبنشوف كاتب قاعد يكتب روايته الجديدة لكن ما بيبقاش عنده أي أفكار، وبتدخل عليه مراته وبتعرفه إنها كانت في المكتبة النهاردة وبتديله كتاب بيتكلم عن الكائنات الخرافية وبتطلب منه يقراه، وبتعرفه إن هيساعده في كتابة روايته. وفعلا بياخد منها الكتاب وبيفضل يقرا فيه طول الليل، وبيقدر إنه ياخد منه أفكار لروايته الجديدة اللي هتتكلم عن 2 صحاب، واحد فيهم اسمه نديم والتاني اسمه آسر، والاتنين بيدوروا في العلوم القديمة. وبيبقى نديم بيسعى للسيطرة على العالم، وده على عكس آسر اللي بيبقى حابب ينشر الخير. وفي يوم بيلاقي نديم كتاب اسمه البروة، والكتاب ده بيدي لصاحبه قوة عجيبة، وبيستخدمه نديم في صنع الماء الأسود، والمية دي بتحول أي حد يشربها المسخ زي أم دويس وبوسولا وبابا داريا. وأول ما بيعرف آسر سر المية السوداء بيسرق من نديم الكتاب وبيخفيه في مكان سري، وبيتخانق معاه نديم لحد ما بيقتلوا بعض. ومن يومها وكتاب البروة اختفى، وبقى في مجموعة من المسوخ ومجموعة تانية من البشر اسمهم الصيادين عندهم أمل إن هم يلاقوا الكتاب. وفي شتاء 2009 بنشوف مجموعة من الشباب وهم مخيمين في الصحراء وبيستمتعوا بوقتهم، وبيجي واحد فيهم مكالمة من حبيبته وبيبعد عن أصحابه عشان يتكلم معاها. وفجأة بيظهر واحد من المسوخ وبيحط إيده على راسه وبيسيطر عليه، وبتتحول عيونه للون الأبيض، وبيبقى واضح إن المسخ سلب إرادته. وبعدها بيسيبه وبيتجه لباقي أصحابه. وفي نفس الوقت بنشوف واحد من الصيادين اسمه قناد، وهو بيقبض على واحد من المسوخ وبيحبسه في القلعة بتاعته، وبتبقى بنته عفرة بتراقبه مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وبتروح تسأل مامتها فاطمة بس بتعرفها إن الموضوع كبير وأكبر من سنها. وبعد بتنام عفرة بيجي قناد عشان يطمن عليها، لكن مراته فاطمة بتعرفه إن عفرة طول الوقت بتسأل عن المسخ. وفي شتاء 2024 بنشوف قناد وهو بيحفر في الصحراء وبيتفاجئ بصندوق عجيب وبيلاقي جواه كتاب البروة. وفي نفس الوقت بنشوف عفرة وهي في الأتوبيس ومعاها شهادة تخرجها وفرحانة، بس بتسمع 2 من زمايلها بيتكلموا عليها وبيقولوا إنها على الرغم من ذكائها وإنها أخدت منحة لليابان إلا إنها مجنونة ومش طبيعية. بعدها بنشوف واحد من العطارين اسمه الدوخي بيبقى قاعد مع بنت أخوه بدور وبيطلب منها تساعده في تركيبته الجديدة اللي هيجربها على المسخ، وبيعرفها إن دي أفضل تركيبة هو وصل لها إنها هتخلي المسخ يفضل نايم فترة أطول. وفجأة بيدخل عليه قناد وبيقوله إنه لقى البروة. لما بيفتح الدوخي الكتاب بيلاقيه فاضي وبيقرر يسهر عليه لحد ما يكتشف سره، لكن قناد بيقوله إن هما لازم يعرفوا باقي الصيادين الأول. فعلا بيعملوا اجتماع للصيادين وبيعرفوهم إن البروة معاه، لكن شيخ الصيادين بيتريق على قناد وبيقولوا إنه حابس المسوخ في القلعة بتاعته، وإن هم عارفين من زمان إن الكتاب اتدمر من أيام نديم وآسر. فبيقول له قناد إنه لسه فيه مسوخ كتير هربانين، الكتاب هيساعدهم إن هم يتخلصوا منهم ويرجعوهم لهيئتهم البشرية مرة تانية. وبيعرفهم إنه هيطلب المساعدة من قوم سيس. كان واحد من الصيادين بيعترض وبيسأله إزاي هيتعاون مع السحرة والدجالين، لكن قناد بيعرفه إن الدوخي هيحتاج وقت طويل لحد ما يعرف سر البروة، وبيطلب منهم يحرسوا القلعة لحد ما يلاقوا الدواء اللي هيقضي على المسخ. لكن الصيادين بيرفضوا وبيتهموا انه زهق من حراسة المسخ مش اكتر. وبتسأله واحدة من الصيادين اسمها العرافة حربة عن الكتاب، لكن قناد بيرفض يقول لها مكانه، فبتقول لهم على طريقة عشان يقدروا يوصلوا لسر البروة. وفي نفس الوقت بتكون عفرة واقفة مع بدور اللي بتفرح لما بتعرف ان عفرة اخذت المنحة، وبتعرفها عفرة انها تتكلم مع قناد وتقنعه بالسفر. لكن بدور بتحكي لها عن الصندوق اللي قناد لقيه وبتقول لها انها مش عارفة هو فيه ايه، لكن عفرة بتقول لها انها مش عايزة تعرف ولا فارق معاه، وبتعرفها انها زهقت من الحياة الغريبة اللي هي عايشاها. بعدها بترجع البيت وبتلاقي الدوخي وقناد بيسحبوا دم من الجنية ام دويس، وبتبقى عفرة مش عاجبها اللي بيحصل وبياخدها الدوخي بعيد عن المكان. وبتقول له عفرة انه محظوظ عشان عنده عيلة واصحاب، وبتعرفه ان هي وطفلة الاستاذة طلبت منهم ان هم يكتبوا موضوع تعبير عن العيلة، انها كتبت عن القلعة المسحورة اللي هي عايشة فيها وعن ابوها اللي بيحرس المسوخ. وبتقول له انه من وقتها وزمايلها بيقولوا عليها مجنونة، وبتعرفه انها عايزة تسافر، لكن الدوخي بيفكرها انها هي اللي لازم تحرس المسوخ. فبتزعق له عفرة وبتقول له انها مش شايفاهم مسوخ من الاساس، انها شايفاهم ناس عادية. وبتعرفه ان قناد رافض يفهمها ايه اللي بيحصل، وانها ما تعرفش غير ان باباها هو السبب في موت مامتها. فبيقول لها الدوخي ان باباها بيخاف عليها وبينصحها تتكلم معاه مرة تانية ويوصلوا لحل وسط. بعدها بنشوف الدوخي وهو بيحط قطرة من دم المسوخ
المسوخ على صفحة الكتاب، بس ما بيظهرش برضه أي كلام. وبيقول لقناد إن حرية كبرت وخرفت، لكن قناد بيستبعد الفكرة دي وبيقول له إنها عرافة شاطرة. فبيكلموا الدوخي عن عفرو وبيقولوا إنها بنت ذكية، وبيطلب منه يتكلم معاها ويطمنه. وفعلا بيروح قناد يتكلم مع عفرة وبيقول لها إنه هيجاوبها على كل أسئلتها بس بعدين، لكن عفرة بتطلب منه يسمح لها تسافر اليابان. وطبعا قناد بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها إنها لازم تحرس المسوخ. فبتزعق له عفرة وبتقول له إن هم مجرد ناس مرضى مالهمش أهل، وبتعرفوا إن قلبها بيتقطع عليهم لما بتشوفهم. وبتسأله هو ليه بيقول على الست الغلبانة اللي تحت أم دويس، وبتقول له إن أم دويس مجرد قصة خيالية بيضحكوا بيها على الأطفال الصغيرين. قناد بيقول لها إنها تندم على كلامها ده قريب، وبياخد منها جواز السفر وبيطلب منها تنزل للحراسة. وبتسمع عفرة كلامه، لكن أم دويس بتتكلم معاه وبتقول لها إن باباها معذور وإنه كان محتاج مراته فاطمة تساعده في الحراسة. وبتسألها لو كانت عايزة تعرف قصتها، فبتقرب عفرة منها وبتقعد جنبها وبتقول لها أم دويس إنها كانت بتحب شاب وهربت معاه، وإن الشاب ده كان بيضربها لحد ما استسلمت للموت على إيده. وفجأة بتتعب أم دويس وبتجري عفرة تجيب لها الدواء، لكن أم دويس بتستغل ده وبتاخد العصاية اللي عفرة بتحمي نفسها بيها. وأول ما بترجع عفرة بتضربها أم دويس وبتتحول لمسخ وبتحرر باقي المسوخ، وبتخاف عفرة وبتهرب. وفي نفس الوقت بنشوف شاب اسمه عبود وهو رايح خرابة وبيتفاجئ ب3 شباب موجودين فيها، وبيقولوا له إن المكان ده بقى مكانهم وبيضربوه، بس بيخافوا منه أول ما بيلاقوه ماسك كيس فيه فيران ميتة. وبيقدر عبود إنه يهرب منه، بس بيفضلوا وراه وبيطلبوا منه إن هو يظهر عشان يأكلوه الفيران اللي في الكيس. فجأة بيظهر لهم طفل صغير وبتبقى هيئته غريبة ومقرفة، وبيقرب من واحد فيهم وبيسلب منه إرادته، وبيخاف الباقيين وبيهربوا، لكن الطفل بيروح ياخد كيس الفيران من عبود وبياكله وكأنه ما عملش أي حاجة. ولما بنرجع لعفرة بنلاقيها عند أبوها في المكتب وبتعرفه إن أم دويس هربت، وبيجري قناد عشان يلحقها وبيطلب من الدوخ إنه يهرب مع عفرة. وفي الوقت اللي بيقدر فيه الدوخ إنه ياخد البروة ويهرب، بتبقى أم دويس قدرت تسيطر على قناد وتسحره، وبتطلب منه يوصلها للبروة، بس بتتفاجئ إن الخزنة فاضية. وبتقرر تدور على عفرة والدوخي، وبتقول للمسوخ انها بقت رئيستهم وان الميه السوداء قربت تخلص، وعشان كده بتأمرهم يقبضوا على اكبر عدد من البشر. وفي نفس الوقت بتبقى عفرة قلقانه على قناد وبتسأل الدوخي هيرجعوه ازاي، لكن بيقول لها ان المسوخ دلوقتي بيقبضوا على البشر. لما بتستغرب عفرة المصطلح ده بيعرفها ان المسوخ عشان تقدر تاخد الميه السوداء بيسلبوا من البشر ارادتهم وبيحولوا عيونهم للون الابيض، وبيقول لها ان الناس دي بتفضل مسلوبه الاراده لحد ما يموت. وبتخاف عفرة من ان ام دويس تبقى عملت كده في قناد، لكن الدوخي بيطمنها وبيقول لها ان ام دويس سيطرت عليه بس. وبتعيط عفرة وبتقول له ان هما لازم يخلصوا من ام دويس، وبتساله هي ليه سحرت ابوه، فبيقول لها الدوخي انها عايزه البروه. وبتتصدم عفرة لما بتعرف ان كل القصص اللي كانت مامتها بتحكيها لها وهي صغيره حقيقه. وبيقول لها الدوخي ان ام دويس بتجذب الرجاله وبتقبض عليهم، وان اسمها ام دويس لان واحده من ايديها على شكل داس اللي هو الفاس، وبيفهمها ان هما لازم يفكوا سر البروه الاول عشان يقدروا ينقذوا ابوها. وبتطلب منه عفرة انه يسمح لها تشوف الكتاب، وبتصدم لما بتلاقيه فاضي وبتعيط. واول ما بتنزل دمعة منها على الكتاب بتلاقي الكلمات ظهر وبيرحب بيها الكتاب، وبتستغرب عفرة وبيقول لها الدوخي ان زي ما الشر بيقدر يفعل الكتاب الخير هو كمان بيفعله. وبتتريق عليه عفرة وبتسأله لو كان لازم تغرق الكتاب بدموعها، لكن الدوخي بيقول لها ان كل ما هي محتاجاه انها تسأل الكتاب وهو هيجاوب. فعلا بتحاول عفرة تسأل الكتاب عن مكان باباه، بس بينبهها ان ليها سؤال واحد بس. عفرة ازاي يقدروا يتخلصوا من المسوخ، فبيقول لها الكتاب انه هيقدم لها الاجابه على هيئه 4 الغاز ومن خلالهم هتجمع 4 قطع، وبيديها ساعتين بس عشان تقدر تحل اللغز الاول. وفي نفس الوقت بتبقى ام دويس وصلت لمكان في الجبل وبتقول لقناد ان ده بيته الجديد، لكنها بتتضايق لما بتلاقي الميه السوداء مش موجوده، وبتضرب على الصخر لحد ما بتظهر الميه. واللي بتتكلم معاها وبتقول لها انها اتاخرت عليها كتير، فبتقول لها ام دويس انها عرفت مكان البروه وبتوعدها هترجعها لها بشرط انها ترجع لها عيالها. ولما بنرجع للدوخي وعفرة بنلاقيهم لسه بيحاولوا يحلوا اللغز، وبالصدفه بيشوفهم عبد الرحمن اخو الدوخي وبيقدر يحل لهم اللغز، وبيقول لهم ان البروه قصدها الورده السوداء. ولما بتدور بدور في كتاب الاعشاب عليها بتعرف انها ورده نادره بتنمو في قريه الهايمه. وبتقول عفرة الاجابه للكتاب اللي بيديها يومين عشان تقدر تجيب قطعه البروه الناقصه، وبعدها بيجهزوا للسفر وبتحط لهم بدور شويه اعشاب ودواء لزوم السفر. وفي الطريق بيقول الدوخي لعفرة ان هو وهي ما يعرفوش اي حاجه عن الصيد وانهم لازم يجيبوا صياد معاهم، وفعلا بيعدوا على كل الصيادين بس ما فيش ولا واحد فيهم بيبقى مستعد انه يضحي بنفسه
عشان ينقذ قناد. وبتقول عفرة للدوخي ان ما بقاش قدامهم غير سالم الصافي، وان اول ما بيسمع الدوخي الاسم ده بيتعصب وبيرفض ان هم يطلبوا منه المساعده، لكن عفرة بتضغط عليه وفعلا بيروحوا له. وفجأة بيظهر لهم عبود وبيقول لهم انه حفيد سالم، وبيدخلهم وبتحكي له عفرة عن اللي حصل، وبيقول لها انه كان مستعد للحظة زي دي من زمان، وبيدخل يلبس عشان يروح معاهم. وقتها بيبقى المسوخ انتشروا في المدينة كلها وبدأوا يقبضوا على البشر، وبتبقى ام دويس مبسوطة عشان المية السوداء بتزيد. لما بنرجع لسالم بنلاقيه مجهز الحبال والاسهم، وبيصدم الكل انه مجهز عربية كاملة للصيد، وبيقول لهم انه اصطاد ام الهايلان بيها. وبيزعل عبده من جده عشان ما عرفوش اي حاجة عن ماضيه، وبيطلب منه يفهمه ايه اللي بيحصل. لكن عفرة بتقول له انه مفيش وقت، انهم هيبقوا يحكوا له في الطريق. وفعلا بتحكي له كل حاجة، وبتقول له انه في طار شخصي بينها وبين ام دويس، وانها لازم تحبسها في القلعة مرة تانية. وبيكونش عبود مصدق ان قصص الخرافات طلعت حقيقة، وبيقول له سالم ان ام الهايلان اخبث واحدة فيهم، وام دويس اخطر واحدة فيهم، وان بابا داريا اصعب واحد فيهم لانه جن بحري بيدوب في المية. وبيعرفوا ان مفيش اي حد فيهم قدر يصطادوا لحد دلوقتي. وبيهزر معاهم عبود وبيقول لهم ان هو اللي هيقبض عليه. لكن عفرة بتقطع كلامهم وبتفكرهم ان قدامهم 3 الغاز تانيين لازم يحلوهم، و4 قطع بروة لازم يجمعوها، وبتتمنى ان هم يلاقوا ابوها قبل كل ده. شوية بيوصلوا لقرية الهايمة، وبيستغرب سالم عشان زارها من 30 سنة كانت مهجورة. لكن عبود بيقول لهم انه سامع صوت طبول واكيد عندهم فرح. وبيروحوا كلهم اتجاه الفرح، وبيقابلهم شخص هناك وبيقول لهم انه بيحتفل بفرح بنته نورة. لكن عفرة بتسيبهم في الفرح وبتروح تدور على الوردة السوداء. والغريب انها بتلاقي بيوت القرية مهجورة، وكمان بتلاقي العربيات كتير مهجورة ومغطيها التراب. وفي نفس الوقت بتتفاجئ حرب بأم دويس في جنينة بيتها وبتلعب مع حفيدتها، وبتطلع تتكلم معاها وبتسألها هي عايزة ايه منها، وبتطلب منها ام دويس البروة، وبتسألها عن مكان عفرة والدوخي. لكن حربة بتقول لها انها ما تعرفش حاجة، وبتعاقبها ام دويس وبتقبض على حفيدتها. ولما بنرجع لعفرة بنلاقيها لقيت واحد من المقبوضين وبتنادي عليها عشان تسأله عن الوردة السوداء، بس بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي. وبتكمل عفرة طريقها وبتلاقي الوردة السوداء، وبتعرف انها في المكان اللي البروة تقصده. من قبل ما تمد ايدها وتقطف الوردة بتظهر واحدة من اصحاب الفرح اسمها دليلة، وبتقول لها ان الشمس قربت تغيب وان كل الناس رجعت بيوتها. لكن عفرة بتقول لها انها مش هتتأخر، وبتسيبها وبتدخل برج مهجور في القرية، وبتلاقي على جدرانه كلام زي اللي موجود في البروة. ولما بنرجع لأم دويس بنلاقيها قبضت على حربة زي ما عملت مع حفيدتها عشان ما تساعدش عفرة والدوخ. وفي نفس الوقت بيبقى سالم مبسوط من حسن الضيافة في القرية. وفجأة بتدخل عليهم عفرة وبتحكي لهم عن البرج وعن العربيات المهجورة والشخص اللي مردش عليها. لكن عبود ما بيكونش فاهم أي حاجة، ولما بتشرح له عفرة ازاي المسوخ بيقبضوا على البشر بيفتكر الطفل الصغير لما حط ايده على الشاب وسلب ارادته. وقتها بتظهر دليلة وبتاخد عفرة للمكان اللي هتبات فيه. ولما بتعرف انها من ابو ظبي بتقول لها ان نفسها تزورها وان باباها رافض، فبتسالها عفرة عن البرج وهو ليه مهجور. لكن دليلة بتتهرب من السؤال وبتقول لها انها اول واحدة تدخل البرج من غير ما تخاف. ولما بنرجع لسالم بنلاقيه بيحكي لعبود عن مهنة الصيد، وبيعرفه انه ورثها عن ابوه، وان الصيادين ارتاحوا لما اكتشفوا القلعه بتاعت قناد. وبيسالوا عبود ازاي بيصطادوا، وبيقول له سالم ان هم بيصطادوا بطريقتين، اما ان هم يطعموا المسخ بعود من الخشب في كتفه اليمين، وفي كمان طريقه تانية غير دي. فبيسالوا عبده لو كل المسوخ اشرار. بيستغرب سالم السؤال وبيقول له انه كل المسوخ طبعا اشرار. وفجاه الكهرباء بتقطع وبيخاف الدوخي على عفرة وبيخلي عبود يتصل بيها، بس بتعرفهم ان في اشخاص غريبه بره وان في 3 منهم جايين ناحيتها. وبيطلب منها الدوخي تشغل كشاف تليفونها، ومن سوء حظها المكالمه بتفصل وما بتسمعوش. وقتها بس بيفهم الدوخي اللي بيحصل، وبيقول لسالم ان ده نوع من المسخ اسمهم الهايمة، وانهم بالنهار بيبقوا بشر عاديين وبالليل بيتحولوا لمسوخ. وبيقول له ان ده السبب في ان الكهرباء قطعت. كان بيعرفوا ان الفرح كان كدبه، انهم عاملينه عشان يجذبوا البشر. وبيقترح عليه سالم انه يوصل العربيه ويشغل الاضاءه بتاعتها، لكن الدوخي بيقول له ان هم لازم ينقذوا عفرة الاول. ولما بنرجع لعفرة بنلاقيها مستعده لمواجهه المسوخ، واول ما بيظهروا بتفتح كشاف التليفون وبيتحول المسوخ لبشر مره تانية. وبيعرفها كبيرهم ان النور وهم كبير، انه بيحسس البشر بامان مزيف. بيقول لها انه عاوز يغمرها بكرم ضيافته ويحررها من اوهامها، لكن عفرة بتقول ان هي اللي هتكرمه بس في القلعه بتاعتها. وفي نفس الوقت بيتفق عبود مع الدوخي وسالم انه هو اللي هيجيب عفرة. كل واحد فيهم بيمسك عود خشب وبيطعن المسخ في كتفه عشان يفقدوا الوعي. وبيجري عبود اتجاه اوضه عفرة اللي بيبقى شاحن تليفونها خلص، وبتشوف المسخ على اصله وبتخاف منهم وبتدخل اوضتها وبتقفل على نفسها، وبتتفاجئ بمسخ وراها وبيبقى
بيبقى عاوز يقبض عليها، لكن عبود بيلحقها وبيخدره وبياخدها وبيهربوا. اما الدوخي وسالم فبيبقوا في طريقهم للعربيه، وبيضطر الدوخي انه ينط من فوق السور ورجله بتتلوي، لكن سالم بيلحقه وبيسنده وبيدخله العربيه، وبيشغل كشافات العربيه وبيروح لعبود وعفره عند الباب الخلفي. وفي نفس الوقت بيبقى عبود وعفره محاصرين من المسوق، وبيقرب واحد فيهم لعفره وبيبقى على وشك انه يقبض عليها، لكن عبود بيلحقها وبيخدره وبيركب عفره العربيه وبيتعلق هو في العربيه من بره لحد ما بيطلعوا من قريه الهايمه. وبيبقى عبود مبسوط من نفسه جدا، كمان سالم بيبقى فخور بيه، بس بيعرفه انه قلقان عنه وانه مش حابب انه يعيش في عالمين زي ما هو عمل. فبيطمنوا عبود وبيقولوا انه اول مره يحس انه فخور بنفسه، وبيساله هو ازاي اول مره يسمع عن الهايمه، فبيقول له الدوخي انه سمع عنهم كتير بس ما حدش قدر يوصفهم صح. وبيتفقوا ان هم يرجعوا القريه يجيبوا قطعه البروه اول ما الشمس تطلع. وقتها بتلاحظ عفره ان الدوخي بيعرج وبتاخده عشان تعالج له رجله، بس بتبقى حاسه بالذنب وبتقول انها كل ما تحط ايدها في حاجه تبوظها، وبتعرفه انها كانت السبب في هرب ام دويس ودلوقتي كسرت له رجله وعربيه سالم. فبيقول لها الدوخي انها مش عارفه قيمه نفسها وانه كان بيتمنى انها تبقى بنت، وبيعرفها ان القناد كان شايف فيها حاجه مميزه وعشان كده خلاها تحرس المسخ، انه كان عارف ان المسخ هيهرب. فجاه بيسمعوا صوت واحد من المسوخ في العربيه. تفتح عفره شنطه العربيه، بتتفاجئ بدليله اللي بتقول لها انها عايزه تشوف ابو ظبي وانها مش هتاذيهم، وبتقترح عليهم يطلبوا منها اي حاجه عشان تثبت لهم حسن نيتها. فبتقول لها عفره انها محتاجه حاجه من القريه وانها دورت عليها وما لقيتهاش. بتقول لها دليله انها ممكن تلاقيها في البرج، وبتعرفها ان هم ممنوعين من دخول البرج وانها مش عارفه السبب. لكن سالم بيقول لعفره ان دليله بتلعب بدماغها وبتطعنها عفره، وبتقول لنفسها انها مش هتثق في المسوخ مرتين. بعدها بتخطط عفره لدخول القريه مره تانية عشان يجيبوا قطعه البروه، بس الدوخي بيسالها عن السبب اللي خلى كبير المسوخ يمنعهم من دخول البرج، وبتتوقع عفره ان هم لو دخلوا قوتهم هتقل، وبيتفقوا ان هم يروحوا البرج. وبتبقى الخطه ان عبود وعفره يدخلوا وان الدوخي وسالم يفضلوا في العربيه عشان لو واجههم اي خطر يبقوا مستعدين. واول ما بيوصل عبود وعفره للبرج بيلاقوه فاضي، بس بيلمحوا عربيه ماشيه في اتجاه سالم والدوخي، وعشان كده بيدولهم اشاره الخطر. وبيتحرك سالم بالعربيه على طول، بس بيتفاجئ بعربيه بتقف قدامه. وفي نفس الوقت بتبقى عفره وعبود مش لاقيين اي حاجه في البرج، وبتطلب عفره من عبود انه يروح للعربيات اللي موجوده ورا البيوت ويدور في عربيه بابها مفتوح. ولما بنرجع لسالم والدوخي بنلاقيهم مصدومين لان المسخ بوسولع هو اللي في العربيه، وبيبقى وراه كل مسوخ الهايمه. وبينزل لهم الدوخي وبيسالوا بوسولع عن البروه، بس الدوخي بيقول له انها مع عفره، وبيقترح عليه ان هم يروحوا العفره وهو يجي وراهم، بس بوسريع بيرفض وبيطلب منه يسيب لهم سالم ضامن. لكن سالم بينزل من العربيه وبيحاول يستفز بوسولع وبيفكروا باليوم اللي اصطادوا فيه وحبسوا في القلعه. وقتها بتبقى دليله فاقت من المخدر وبتقول لهم ان عفره في البرج، وبيقرر بوسولع يروح لها وبيطلب من مسوخ الهايمه يراقبوا سالم والدوخي. وفي الوقت اللي بيبقى فيه عبود لقى العربيه مفتوحه، بتبقى عفره لقيت قطعه البروه في شق في حته البرج وقدرت انها تحل اللغز الاول. اما الدوخي فبيبقى قلقان على عفران وبيقول له سالم ان اول ما الشمس تطلع هيهجم على كبير مسوخ الهايمه ويخدره ويطلب منه يجهز الشبكه. بعدها بيبقى عبود اخذ الالعاب الناريه من العربيه المفتوحه، واول ما بيولعها بيجذب انتباه المسخ وبتروح اتجاهها. وبيستغل سالم الموقف وبيهجم على كبير مسوخ الهايمه. وفي نفس الوقت بتبقى ام دويس ملبسه القناد احمر في احمر وبتقول له ان النهارده عيلتهم هتكمل، وبتعرفه ان بنتهم عفره هتيجي ومعاها البروه. وبعدها بيبقى بوسولع وصل عند عفره، وطبعا ما بيقدرش يدخل البرج، وبيطلب من عفره تسلمه البروه، لكن عفره بتتحجج ان رجلها وجعاها وبتطلب منه يجي ياخدها بنفسه. وقتها بيبقى سالم وعبود والدوخي في طريقهم للبرج، وبيظهر واحد من مسوخ الهايمه وبيبقى على وشك انه يقبض على الدوخي، لكن سالم بيلحقه وبيرمي عليه واحد من سهامه، وبيبقى عاوز يضرب بوسولع هو كمان بسهم من سهامه عشان ينقذ عفره، بس بتستغل انشغال بوسولع بسالم وبتظهر من وراه وبتخدره. وبعدها بياخدوا بوسولع وكبير مسوخ الهايمه وبيحطوهم في العربيه وبيحطوا عليهم بودره الاشخر علشان يناموا فتره اطول. وبيسالهم سالم هيعملوا ايه في باقي المسوخ اللي هربت منهم، لكن عفره بتفكرهم ان مهمتهم ان هم يحلوا الالغاز ويلاقوا قناد، وبعدها يقبضوا على المسوخ كلها مره واحده. وبنرجع للماضي وبنشوف ام دويس قبل ما تتحول لمسخ وبيبقى اسمها العنود، وبنشوفها وهي قاعده في بيتها وسط اولادها وبتسوي حاجه على النار. بس جوزها عيسى بيوصل وبيسال اولاده لو كانوا اتعشوا، لما بيعرف ان هم ما اتعشوش بيلوموها وبتتهمها انها مشغوله باعمال السحر بتاعها وناسيه الولاد، وبيعرفها ان جوز الست اللي هي اجهضتها امبارح بسبب خلطاتها ناوي ينتقم منها. لكن العنود بتقول
ان الطفل كان ميت في بطنها، انها اديتها وصفه عشان تنظف بطنها مش اكتر، وبتروح تحضن ولادها اللي بيبقى اسمائهم حمد وحمدان، وبتقول لهم انها بتحبهم جدا، انها بتشتغل في السحر عشان تاكلهم، وبتطلب منهم ما يسمعوش كلام حد بيحاول يشوه صورتها قدامهم. وفجاه بيوصل جوز الست اللي اجهضت وبيكون معاه باقي عيلته، وبيسال على العنود اللي بتخاف وبتاخد فاسه علشان تحمي نفسها، لكن عيسى بيبقى مستعد يسلمها للراجل، وبتقرر انها تهرب وتسيب البيت، وبتفضل ماشيه في الصحراء لحد ما النهار بيطلع عليها وبتحس بالحر. بتروح تقعد جنب شجره واللي بتبدا تتكلم معاها وبتقول لها انها هي المختاره، وبتتخيل العنود انها شايفه اولادها وهم بيلعبوا، وبتسالها الشجره لو كان ولادها وحشوها، لكن العنود ما بتكونش فاهمه حاجه، وبتقول لها الشجره انها نديم الجاثوم اللي جواها، لكن العنود بتقول له ان نديم ملك السحر مات من زمان، وبيقول لها ان جسمه مات بس روحه لسه عايشه، وبيطلب منها تخدمه مقابل انها يخليها عندها جيش كبير تنتقم بيه من اللي حرموها من ولادها. بتعيط العنود وبتقول له ان عيسى السبب، ان هو اللي حرمها من العيال وكان مستعد يسلمها للناس عشان يقتلوها، وان فاس ابوها هو اللي حماها، وبيقول لها نديم ان جمالها هو السبب، ان الكل كان بيحقد عليها لانها جميله حتى جوزها عيسى، وبيقول لها ان عاوزها تجيله البروه، وبتوافق العنود مقابل انه يرجع لها عيالها، وبيطلب منها نديم انها تلمس الميه السوداء اللي على الشجره، وبتتحول العنود لمسخ، وبيقول لها نديم ان بقى اسمها ام دويس، وبنرجع للحاضر وبنشوف ام دويس وهي بتسال واحد من المسخ عن البروه، وبيقول لها ان هم قبضوا على ابو سولع ودمروه الهايمه وانه هرب منهم بالعافيه. في نفس الوقت بتبقى عفره واصحابها وصلوا القلعه وبيحبسوا فيها ابو سولع وكبير الهايمه، لكن عبود بيبقى عنده اسئله كتير، وبيسأل الدوخي لو كان المسوخ ماتوا، فبيقول له ان هم بيعيشوا مئات السنين وانهم ممكن يذبحوهم وان هم حابسينهم عشان يعملوا عليهم تجارب. اما عفرة فبتروح تتكلم مع ابو سولع وبتسأله عن مكان باباه، بس بيقول لها ان ام دويس بس اللي تعرف مكانه، وبيستفزها وبيفكرها ان ام دويس قدرت تخدعها وتهرب. لما بنرجع لعبود بنلاقيه بيسأل الدوخي عن السبب اللي مخلي السحاب بيتحرك بسرعة، فبيقول له الدوخي انه في مكان غير المكان وزمن غير الزمان، وبيلاحظ عبود فعلا ان مفيش ارسال في المكان، وبيقول له الدوخي انه لو عاش في مكان زي ده هيتجن، ما بيكونش فاهم ازاي عفرة اتحملت تعيش فيه. في نفس الوقت بنشوف واحد من الصيادين اسمه عبد الله ومعاه 2 كمان في بيت حربة، ولما بيشوف الحالة اللي بقت عليها بسبب ام دويس بيقول للصيادين ان المسوخ بقوا خطر عليهم وعلى اهاليهم، انهم لازم يرجعوا يصطادوهم مرة تانية، بس بيبقوا رافضين يسيبوا اشغالهم ويرجعوا للصيد، وبيقولوا له ان هم مش هيشيلوا غلطة قناد. عبد الله بيفكرهم ان قناد حذرهم وهم ما سمعوش كلامه. وفي نفس الوقت بتبقى عفرة قدام كتاب البروة وبتسلمه القطعة اللي جابتها من البر، وبيبلعها الكتاب وبيقول لها على اللغز التاني، وبيديلها 3 ساعات عشان تعرف تحل. وبيتعاون عبود مع بدور وعفرة وبيحلوه، وبيعرفوا ان هم لازم يروحوا الربع الخالي في جنوب البلد وتحديدا عند البحيرة الكبريتية، وبيبقى تخمينهم صح وبيديهم الكتاب يومين عشان يقدروا يوصلوا لقطعة البروة الناقصة، لكن عبود بيقول لهم انه لازم يروح مشوار الاول قبل ما يروحوا رحلتهم. وبيروح على الخرابة بكيس الفيران للطفل الصغير واللي بيبقى اسمه مريجة، وبيحكي له على رحلتهم في قرية الهايمة، وبيكلموا كمان عن بدوره وبيبقى واضح انه وقع في حبها، وبيسأله لو كان زي المسوخ اللي هو حاربهم، وبيقولوا انه حاسس انه مختلف عنهم لانه طيب وانقذ حياته، فبيرسم له مريجة على الحيطة طفل صغير وست كبيرة في ايدها فاس، وبيفتكروا عبود راسم ماما، بس مريجة بيتضايق وبيشخبط على الرسمة وبيحط ايده على راس عبود. اللي بيشوف مريجة وهو في السوق مع مامته بيستخدم السحر عشان يسرق الفلوس من الستات. بعدها بيخرجوا من السوق وبيقابلوا ام دويس اللي بتقبض على ام مريجة وبتسلب منها ارادتها، وبتحول مريجة لمسخ زيها، وبتقول انه بقى عبد عند نديم. وبيرجع عبود للواقع وبيتعاطف مع مريجة وبيحضنه. لما بنرجع لعفرة بنلاقيها مع الدوخي بتطلب منه يسمح لبدور تيجي معاه، وبتعرفه بدور ان هي اللي حلت اللغز، انه هتبقى ايده اليمين، وبيوافق. وبعدها بنشوف عبود وهو بيصطاد فيران لمريجة، وبتبقى بدور بتراقبه وبتستغرب اللي بيحصل، وبيقول لها عبود ان مريجة يبقى صاحبه، وبيطلب منها ما تقولش لسالم لانها هيحبسه، بس بدور بتعرفه ان مريجة مش اسمه، انها منطقة موجودة في الشارقة وان اهله ممكن يكونوا هناك، لكن عبود بيطلب منها تنساه ويستعدوا لرحلته. بعدها بيبداوا رحلتهم وبيوصلوا للبحيرة الكبريتية، بيتأكدوا ان هم في الطريق الصح. والمشكلة ان عبود بيتحمس زيادة وبيسوق العربية بسرعة لحد ما بتتعطل، وبيبقوا على وشك ان هم يقعوا في البحيرة، ومن حسن حظهم ان الشنط اللي معاهم بس هي اللي بتقع، والغريب انها بتتبخر اول ما بتنزل البحيرة. وبيستغرب الدوخي ازاي البحيرة حمضية وفي نفس الوقت في زرع وخضرة حواليها. وبالليل بتقول عفرة انها دورت حوالين البحيرة كلها وما لقيتش قطعة البروة الناقصة، وبتقول لها بدور انه كل اللي حوالين البحيرة ممكن يبقى
خدعة وان قطعة البروة في مكان تاني. وقتها بيحس عبود بالذنب وبيعتذر وبيسامحه سالم، لكن الدوخي بيزعقله وبيقولوا ان عبود السبب ان المية والاكل والدواء اللي معاهم يتبخر وكمان العربية اتعطلت. فبتهديه عفرة وبتقوله ان هما لازم يتغلبوا على خوفهم ويبقوا ايد واحدة. وبيعتذر الدوخي لعبود لانه اتعصب، لكن بدور بتقاطعهم وبتسألهم عن السبب اللي خلى البحيرة حمضية مع ان مفيش اي براكين في المنطقة، لكن مفيش حد فيهم بيبقى عنده تفسير منطقي. وفجأة بيسمعوا صوت شخص بيغني وبيروحوا ورا الصوت بحذر. لما بيتأكدوا انه بشري بيقربوا منه وبيعرفهم على نفسه وبيقول لهم انه اسمه شعيب، انه تبع القسم الجيولوجي وبينقبوا عن البترول، وان العربية بتاعته اتعطلت وصاحبه رايح يدور على المساعدة. وبيبان على بدور انها معجبة بيه وبتعرفوا عليهم وبتكذب عليه عفرة وبتقول له انه فريق تصوير وان معداتهم وقعت في البحيرة. وطبعا عبود بيتضايق من تصرفات بدور وبيسيبهم وبيمشي، وبتروح وراه عفرة وبتقول له انه شعيب مش مريحها. وفجأة بيشوفوا بير قدامهم وبيجروا عليه، وبتتوقع عفرة ان قطعة البروة جواه، وبتقول لعبود ان هما لازم يرجعوا لاصحابهم وكأن ما فيش حاجة حصلت. بتطلب منه يراقب شعيب، وبتروح عفرة تفتش في عربيته واللي فجأة بيظهر، وبتضطر عفرة تتحجج انها بتدور على مكان ترتاح فيه. بعدها بيروحوا يناموا وبتصحى عفرة وبتصحي سالم وبتاخده معاها وبتطلب من عبود يراقب شعيب، لكن من التعب بيروح في النوم. اما عفرة فبتوري سالم البير وبتستغرب عشان ما فيهوش ميه وبتقرر تنزل جواه، بس اول ما بتوصل لقعر البير بيختفي سالم والبير بيتقفل عليه. بعدها بتصحى بدور وبتشوف سالم اللي بيطلب منها تروح معاه عند العربيه يجيب حاجه. هناك بيقول لها ان لون البحيره عجيب، ان مفيش قمر في السماء، وبيعرفها ان الضوء جاي من البحيره نفسها. وفجاه بيتحول سالم لمسخ وبيقول لها ان هو اللي صنع البحيره دي. ولما بتحاول بدور تهرب منه بيمسكها بيسالها لو كانت عايزه شعيب، وبيعرفها ان شعيب في البحيره. بيقبض المسخ عليها وبيرجع في صوره سالم مره تانية. ولما بنرجع لعفرة بنلاقيها لقيت هيكل عظمي في البير، وبنفهم انها مش هتعرف تطلع منه. وفجأة بتلمح على جدار البير كلام شبه اللي موجود في كتاب البروة، وبتعرف ان القطعة اللي بتدور عليها هنا. وقتها بتقدر عفرة تشوف رؤية وبتشوف فيها شعيب وهو بيحط المية السوداء في الازايز اللي موجودة في عربيته، وبيبقى كاتب على ازازة منهم اسم سالم والتانية بدور. اما عبود فبيروح يصحي الدوخي وبيقول له ان بدور مش موجودة، وبيروح يدور عليها عند البحيرة. وبيروح عبود يدور عليها عند البير وفعلا بيلاقيها، وبتقول له بدور انها جاية تشوف عفرة. ولما بتعرف ان الدوخي بيدور عليها بتقرر تروح له، لكن عبود بيحس ان فيها حاجه غريبه وبيروح وراها. بيلاقي جده سالم وبيساله عن عفرة، بس بيقولوا انه سابها في البير علشان الخصوصيه، وبيساله هي بتدور على ايه في البير. ولما بنرجع لعفرة بنلاقي البير بيتملي ميه، وبتتفاجئ عفرة بقطعه البروه بتطفو في الميه، وبتاخدها وبتنادي على عبود علشان ينقذها قبل ما تغرق. وفي الوقت اللي بيدرك فيه عبود ان المسخ متشبه في صوره سالم بيهرب منه، بيبقى الدوخي لقى بدور وعرف ان المسخ قبض عليه. وبتبقى عفرة قدرت تطلع من البير وبتجري على الدوخي وبتعرفه انها لقيت قطعه البروه، لكنها بتتصدم لما بتشوف بدور وبتعرف ان المسخ قبض عليها، وبتسيب القطعه مع الدوخي وبتروح تدور على سالم وعبود اللي بيبقى لسه بيجري في الصحراء، وبيلاقي بدور وراه وبيحذرها من المسخ، بس بيدرك ان هي ذات نفسها المسخ اللي بيهرب منه. وبيقابل سالم وبيعرف ان المسخ قبض عليه، وبيرجع المسخ لصورته الاصليه وبيقول لعبود انه الشبيه وانه يقدر ياخد صورة اي شخص هو عايزه. وفجأة بتظهر عفرة معاها كل الازايز اللي الشبيه كان بيجمعها، وبتطلب منه يسيب عبود، بس الشبيه بيقول لها انه بيجمع فيها بقاله سنين، بيحاول انه يستعطفها وبيقول لها انه مش حابب شكله، وانه غلطته انه حب واحدة كانت بتسحر الرجالة بجمالها، بتاخد منهم فلوسهم وغنمهم، وانه لما رفض يقع في سحرها سحرت له وخلته مسخ. بس عفرة بتقول له انه قبيح من جوه زي ما هو قبيح من بره، وبتروح ترمي الازايز في البير، وبيرجع سالم وبدور لحالتهم الاصليه، وبينط الشبيه جوه البير عشان يجمع الازايز بس بيقفلوا عليه. بعدها بياخدوا عربيه الشبيه وبيرجعوا على القلعه مره تانية، وبيقول لهم عبود انه لازم يروح مشوار قبل ما يبداوا اللغز التالي، وبتروح مع عبده. في نفس الوقت بتبقى ام دويسه عند عبد الرحمن ابو بدور في العطاره، وبتسيطر عليه وبتطلب منه يقول لها هو شايل اوراقهم المهمه فين، فبيقول لها عبد الرحمن انه شايلهم في المعمل. اما عبد الله فبيبقى مجمع الصيادين وبيوريهم واحد من المسوخ اللي قبض عليهم، وبيطلب منهم انه يقسموا نفسهم 3 مجموعات، وبيعرفهم ان اهم حاجه انهم يقبضوا على ام دويس وبابا داريا وابو السلاسل. بيقول لهم انه هيلاقي طريقه يسيطر بيها على القلعه وكلمتهم هم اللي هتمشي. بعدها بتبقى بدور وصلت على العطاره، وبتقول لعبد الرحمن انها كانت مع عفرة بيدوروا على قطعه البروه ولقيوها، وبتكونش عارفه ان ام دويس مسيطره عليه وسامعه كل كلام. اول ما بتمشي بدور بتظهر ام دويس وبتقبض على عبد الرحمن. وقتها بيبقى الوقت المحدد لحل اللغز قرب يخلص، وبيطلب الدوخي من عفرة انها تسلم القطعه الكتاب، وفعلا بتسمع عفرة كلامه وبيظهر اللغز الثالث، وبيبقى قدامهم ساعتين عشان يحلوه. لكن قبل ما يقدروا يحلوه
كله بيسمعوا صوت، وبتخبي عفرة الكتاب، وبيتفاجئ الدوخي بعبد الله ومعاه باقي الصيادين، وبيطلب عبد الله من عفرة انها تسيب القلعة وتمشي، وبيقول لها ان الصيادين هم اللي هيحرسوا المسوق. لكن الدوخي بيعرفوا ان عفرة قبضت على ابو سولع وكبير الهايمة، وبيتحرج عبد الله ما بيقدرش يتكلم. وفي الوقت اللي بيروح فيه عبود للعطارة عشان ياخد بدور وبيقابل ام دويس، بيبقى عبد الله حبس الدوخي وعفرة في القبو مع المسوق. ولما بنرجع لعبود بنلاقي ام دويس سيطرت عليه وبتطلب منه انه يروح القلعة ويجيب لها البروة، وبتشوفه بدوره بتنادي عليه، بس ام دويس بتوقعها على الارض لحد ما عبود ما يمشي. بعدها بيروح سالم القلعة وبيطلع الدوخي وعفرة من القبو، وبتاخد عفرة عبود وبدور معاها وبتروح تجيب البروة من الخزنة، وبتلاقي باقي 9 دقايق بس على حل اللغز. وبيتوقع سالم ان البروة تقصد بكلامها قوم ديسيس، وفعلا بتقول عفرة الإجابة للكتاب وبتطلع صح. بيبقى قدامهم يومين كالعادة عشان يرجعوا قطعة البروة الناقصة، لكن عفرة ما بتكونش عارفة مين قوم ديسيس، وبيقول لها الدوخ ان هم جماعة منعزلين ومفيش حد عارف أصلهم، ما بيحبوش يخرجوا بالنهار. وبيقول لهم سالم انه ما بيحبوش يختلطوا بالناس بسبب أعمالهم القذرة، بس الدوخ ما بيكونش مصدق ان قوم ديسيس يبقوا أصحاب المسوخ زي ما الصيادين ما بيقولوا. وتاني يوم الصبح بيجهز سالم بعدة الصيد، وبيقول للدوخ ان الصيادين راحوا يقبضوا على ابو السلاسل، وبيعرفوا كمان انه موجود عند قوم تسيس وانه عشان كده قرر يسبقهم على هناك. الدوخي بيقول له انه هيروح معاه وان عفرة تبقى تحصلهم مع عبود، وبيبقوا لسه مش عارفين ان ام دويس مسيطرة على عبود. اما بدور فبتبقى عند مريجة وبتقول له ان عبود بيتصرف بغرابة من امبارح، وبيحط مريجة ايده على راسها، وبتشوف بدور عبود وهو بيسرق البروة، وعلى طول بتتصل بعفرة وبتطلب منها تتأكد ان البروة موجودة في مكانها وعبود موجود في القلعة. لكن عفرة ما بتلاقيش البروة ولا بتلاقي عبود، وبتتصل ببدور اللي بتبعت لها عنوانها وبتطلب منها تجيلها حالا. واول ما بتروح لها عفرة بتعرفها بدور على مريجة اللي بيحط ايده على راسها وبيوريها عبود وهو بيسرق البروة وواخدها الحديقة قريبة منهم. وبتقرر عفرة انها تروح له، بس بدور بتعرفها انها تاخد مريجة معاهم. وفي الوقت اللي بيبقوا فيه الصيادين بيستعدوا عشان يقبضوا على ابو السلاسل، بيبقى عبود عند ام دويس بيسلمها البروة، وبيقول لها ان هم لو حلوا كل الالغاز اللي في الكتاب هيتخلصوا من المسوخ. فبتقول له ام دويس انه افضل من بوسولع، وبتطلب منه ينضم للجيش بتاعها. قبل ما تديله الميه السوداء بتظهر عفرة وبدور وبياخد دار الحراس بتوعها، وبتهددهم ام دويس انها تقبض على عبود. لكن عفرة بتقول لها ان هم طلعوا عبود من حياتهم. اما عبد الله فبيبقى مستعد عشان يقبض على ابو السلاسل اللي فجأة بيظهر وبيطلع صوت قوي جدا وبيشتت عبد الله، وبيشدوا ابو السلاسل بالسلاسل بتاعته وبيقبض عليه. ولما بنرجع لبدور بنلاقيها بتترجى عفرة عشان ما تضحيش بعبود، وبتستغل ام دويس الفرصة وبتاخد البروة وعبود وبتمشي. لكن مريجة بيقابلها في الطريق وبيفوق عبود من سيطرتها وبياخد عبود منها البروة، وبتخاف ام دويس وبتهرب. بعدها بيبقى الدوخي وسالم وصلوا للصيادين وبيشوفوا عبد الله وهو مقبوض عليه، لكن واحدة من اهل القرية بتستضيفهم في بيتها، وبيعرف الصيادين سالم والدوخي ان ابو السلاسل مفيش حد بيقدر يشوفه وانه بيظهر بس في النهار. وفجأة بيسمعوا صوت ابو السلاسل وبيكون صوت قوي جدا ومزعج، وبيتصل الدوخي بعفرة وبيطلب منها ما تجيش غير بالليل. في نفس الوقت بتكون عفرة مع اصحابها في بيت عبود، تبقى بدور زعلانة عشان ابوها بقى مقبوض عليه، لكن عفرة بتطمنها وبتقول لها ان هم هيشوفوا له حل. وبتلاقي عفرة صور عبود وهو صغير وبتسأله عن اهله، بس بيقول لها انه جده سالم هو اللي رباه وما يعرفش اي حاجة عن اهله. قالوا بدور عن مريجة فبيقول لها انه لقاه في الخرابة وكان فاكره طفل مش عادي وعشان كده بقوا اصحاب. وبتقول له عفرة ان ام دويس خافت من مريجة لان قدراته عجيبة واكيد كانت عايزاه يبقى ضمن الجيش بتاعها. وبتسألهم بدور لو في مسخ طيب غيره. وبالليل بتوصل عفرة وعبود للقرية وبتحكي لهم صاحبة البيت عن ابو السلاسل انه قبض على حفيدتها وهي بتلعب. بتعرفهم ان قوم تسيس بيعملوا خلطة وبيحطوها حوالين بيوتهم عشان يمنعوا ابو السلاسل انه يقرب منه. وبتقول لهم ان في اشاعات ان الخلطة دي من السحر الاسود، وبيبقى سالم عاوز يتعامل مع قوم تسيس بالقوة، بس عفرة بترفض وبتقرر تروح بيتهم بنفسها، بس مفيش حد فيهم بيرد عليه. وبتقول عفرة للدوخي انها تفضل مستنياهم في العربية طول الليل لحد ما يظهروا، تطلب منه ياخد باله من البروة. تاني يوم الصبح بيظهر قوم تسيس وبيحطوا الخلطة حوالين بيتهم، وبتروح عفرة تتكلم معاهم وبتسألهم عن قطعة البروة، وبتقول لهم انه عدوهم واحد، ان هم لازم يقبضوا على ابو السلاسل. لكن عفرة بتلاحظ ان هم ما بيتكلموش، بتبقى فاكراهم خايفين منها. وفجأة بيسمعوا صوت ابو السلاسل وبيهربوا وبيدخلوا بيوتهم، وبياخد واحد منهم اسمه غريب عفرة معاه، لكن ابوه بيلومه وبيقول له ان هم والصيادين اعداء. فبيقول له غريب ان هم زهقوا من اللي بيعملوه كل يوم، وبيطلب منه يدي عفرة فرصة يمكن تريحهم. وبتوعدهم عفرة انها تخلصهم من ابو السلاسل مقابل ان هم يدوها قطعة البروة. وبتوافق كبيرة قوم تسيس بشرط
انها تقبض على ابو السلاسل قبل بالليل. وعلى طول بترجع عفرة للدوخي وزمايلها وبتعرفهم بالاتفاق اللي عملته مع قومة سيس، وبتقول لهم انها لاحظت ان هم بيحطوا سدادة في ودانهم وما بيتكلموش هم بره البيت غير بلغة الاشارة. وبيقول لهم واحد من الصيادين اسمه جمال ان ابو السلاسل مكار، ان مفيش حد بيقدر يشوف، انه بيقدر يخدع البشر وبيخليهم مش قادرين يحددوا اتجاه. وفجأة الباب بيخبط وبيلاقوا غريب جايب لهم سدادات ودان وشوية من الخلطة اللي بيستخدموها، وبيقول لهم ان هم هيحتاجوه. ولما بيحلل الدوخي الخلطة بيستغرب ان هم حاطين فيها كركم، فبيقول له غريب ان جدته قالت لهم ان الكركم بيصبغ ابو السلاسل وبيوضح شكله، عشان كده بيخاف يدوس عليه. وبعد تفكير بيجي العفرة فكرة، وبتتصل ببدور وبتسألها عن تطبيق يقدر يحدد السوق، وبترشح لها بدور تطبيق موثوق فيه. وبيبقى الجزء الثاني من الخطة ان هم ينشروا خلطة قومة سيس في كل الشوارع الرئيسية، وبتبقى هي الطعمة عشان يجبروا ابو السلاسل انه يجي لهم في المكان اللي هم عايزينه. وبعدها بيبدأوا في تنفيذ الخطة وبيقفلوا كل مداخل الشوارع الرئيسية، وبيجهز عبود والدوخي بالشبكة عشان يقبضوا على ابو السلاسل، وبيجهز سالم بالسهام بتاعته، وبتقف عفرة تستناه وبيبقى معاها غريب ومعاه الخلطة عشان يحميه. وبتطلب منهم عفرة ان هم يحطوا سدادات الودان ويثقوا في التطبيق بس مش اي صوت تاني. وبعد شوية بيسمعوا صوت ابو السلاسل وبيقدر التطبيق يحدد مكانه، وبيبقوا كلهم مستعدين. وفجأة الصوت بيختفي، ما بيكونش فاهمين في ايه وايه اللي بيحصل. بعد دقايق الصوت بيظهر مرة تانية، وبتتفاجئ عفرة وابو السلاسل اللي بيحاول يشدها بالسلاسل بتاعته، لكن غريب بيلحقها وبيشدها في اتجاه الخلطة بتاعته. وبعدها بيروح ابو السلاسل اتجاه الشبكة وبيبقى عاوز يقبض على سالم اللي بيبقى مستعد بالسهام بتاعته. كان المشكلة ان ابو السلاسل بيقدر يغير اتجاهه بسرعة كبيرة جدا، وما بيقدرش سالم يضربه بالسهم بتاعه، وخصوصا انه مش شايف. وفجأة بيمد ابو السلاسل السلاسل بتاعته وبيسحم سالم اتجاهه. كان عبود والدوخ بيرموا عليه الشبكة وبيقدروا ينقذوا سالم منه قبل ما يتقبض عليه. وبتروح عفرة بيت قامة سيس وبتاخد منهم قطعة البروة الناقصة وبتسلمها للكتاب اللي بيطلع لها الرغز الرابع. والغريب انه مفيش اي وقت بيظهر، وفي الطريق للقلعة بيتعب سالم جدا بسبب اثار السلاسل اللي على رجليه. وبيتصل الدوخي ببدور وبيطلب منها تجيب له اعشاب معينة من العطارة، وبيطلب من عفرة تبعت لها مكان. وبعدها بيروح هو وعبودة عشان يدوروا على نوع معين من الاعشاب. فجأة بتظهر لهم واحدة ست بتقول لهم ان الاعشاب اللي بيدوروا عليها موجودة في مكانين، عند البيت القديم وتحت الجبل. وبيتفرق عبود والدوخي عشان يدوروا على الاعشاب، بس بيظهر ست تانية لعبود وبتقول له انها اخت اللي قابلتهم قبل كده، وبتاخده عند البيت القديم وبتوريه الاعشاب وبتطلب منه يدخل جوه البيت يستريح. وبتعرفوا ان اختها هتناديه على الدوخي. اول ما بيدخل عبود البيت بيتفاجئ بباباه ومامته قاعدين بيلعبوا معاه وهو صغير، وبيتاثر عبود وبيسالهم لو كانوا رجعوا. وفجاه بتظهر الست اللي جابته للبيت وبتعرفوا على اختها وبتقول له ان اسمها ام الهيلان، وبيفهم عبود ان هم مسوخ. بعدها بتروح واحده من اخوات ام الهيلان للدوخي وبتاخده عند البيت القديم، وبيتصدم اول ما بيدخل البيت لانه بيلزق في الارض وبيقدرش يتحرك، وبيفهموا عبود ان هم مسوخ. في نفس الوقت بتروح واحده ثالثه العفره وبتقنعها ان الدوخي عايز شنطه الاعشاب، وبتقول لها انها تبقى تبعت اخواتها يجيبوا سالم، وبتصدقها عفره وبتروح معاها البيت القديم. اما غريب فبيبقى بيجمع شويه اعشاب، وبنشوف عربيات عفره واصحابها. لما بيقرب منها بيلاقي ابو السلاسل وبيحاول يهرب، وبيرمي عليه شويه اعشاب وبيدخله العربيه مره تانية، بس بيتفاجئ بسالم مصاب وقاعد في العربيه. اما عفره فبتبقى وصلت البيت القديم وبتشوف نفسها وهي صغيره، لكن الدوخي بيقول لها انه كل دي اوهام. وبتظهر ام الهيلان وبتاخد خصله شعر من عفره وبتديها لاختها اللي بتاخدها وبتعلقها على الشجره بره البيت، وبتظهر الميه السوداء. وفي نفس الوقت بيكون غريب بيعالج رجل سالم، اللي اول ما بيفوق بيطلب من غريب انه يحرس ابو السلاسل، وبيروح يدور على عفره واللي معاها. وبعدها بترجع ام الهيلان البيت وبتقول لعفره وزمايلها ان هم في بيت العنكبوت، وبتتريق عليهم علشان مش عارفين يتحركوا من مكانهم، وبتتريق على عفره تحديدا عشان سابتهم يهربوا من القلعه علشان تثبت لقناد ان هم مش مسوق. ووقتها بيكون سالم وصل عند البيت القديم وبيلاقي خيوط عنكبوت على الباب، وبيفتحه وبيدخل وبيتفاجئ بأمه وبابا عبود وهم بيتخانقوا لان ابو عبود مش عاوز يبقى من الصيادين وخايف يقول لسالم. وبيفوق سالم من خيالاته بيلاقي نفسه مش قادر يتحرك. الوقت اللي بيقرر فيه غريب انه يرجع لقومة سيس، بتبقى بدور وصلت المكان وبتلاقيه فاضي، وبتظهر لها واحده من اخوات ام الهيلان وبتقول لها ان هم مستنينا في البيت القديم. وبعدها بنشوف عفره وهي بتتكلم مع سالم وبتقول له ان هو اللي قبض على ام الهيلان اول مره واكتر واحد يعرف. فبيقول لها سالم انها بتتلذذ انها تفكر الاشخاص باخطاء ماضيهم، وبيقول لها انه كل ما الروح اتعذبت الشخص بيبقى اضعف، وبيتفقوا على ان هم ما يخلوهاش توقع بينهم، بس بيتفاجئوا بيها داخله ومعاها بدور بتقول لهم ان بكده الحفله هتبدا. بعدها بتقرب ام الهيلان من بدور وبيحذرها عبود منها وبيقول لها ان دي ام الهيلان وانها جايباهم في المكان ده عشان تتلاعب بيهم. فعلا بتبدا تتكلم معاهم وتوقعهم في بعض عشان تفرق بينهم، وبتقول للدوخ ان بدور بنت اخوه سابت الدراسه في الجامعه وده كله بسببه لانه فاشل
وبيصدر الفشل لكل اللي حواليه. وبتقول لعبود ان بدور بقت مناسبه ليه بعد ما فشلت. وبعدها بتقول لسالم انه لو كان في خير كان قال لحفيده عبود مصير ابوه وامه. وبتقول له كمان ان عبود مربي مسخ وبياكله وبيشربه. في اللحظه دي بتنجح ام الهيلان وبتخليهم يتعصبوا على بعض. لما بيسال سالم عبود عن المسخ بيقولوا انه فعلا مربي مسخ اسمه مريجه. بيقول له سالم انه ما كانش يتوقع انه حفيده يعمل كده. وهنا بتضحك ام الهيلان على كلام سالم وبتقول انها هتحكي لعبود عن قصه موت ابوه وامه. فعلا بتقرب من عبود وبتعرفه انه جده سالم اخد ابوه للصيد غصب عنه، وفي المكان اللي بيصطادوا فيه ظهر المسخ وخطفه. ومامته لما قلقت على جوزها راحت وراه والمسخ خطفها هي كمان. وفي النهايه قبضهم هما الاثنين وجده سالم ما قدرش يحميهم. وبتعرفوا ان هي نفس المسخ اللي قبض على باباه ومامته. في اللحظه دي بيقول سالم لام الهيلان انه كان عاوز ينتقم منها بس ما قدرش يعمل كده لان الانتقام من المسوخ مش مسموح بيه. ولما بيجي الدور على عفره وبتحاول ام الهيلان انها تقول سرها بتقعد عفره وبتفقد الوعي وبتقع على الارض. وفي اللحظه دي بيوصل 2 من قومه سيس وبيرشوا على ام الهيلان من الخلطه بتاعتهم وبينقذوا عبود وسالم والدوخي وعفره وبدور. كل واحد فيهم بيبقى متاثر باللي عرفه من ام الهيلان، وعشان كده بتقول عفره ليهم كلهم ان كلام ام الهيلان مش لازم ياثر فيهم ولازم كلهم يشتغلوا كفريق واحد من جديد. وبيقول لها الدوخي انه بيشتغل على دواء جديد للمقبوضين عليهم عشان يرجعهم زي الاول واحسن. وهنا بيقول سالم لحفيده عبود انه عاوزه يكشف له مكان المسخ وبيرفض عبود وبيقول له ان مريجه غيرهم كلهم لانه هو اللي انقذه من قبضه ام الدويس. وبيقول له سالم ان مفيش مسخ طيب، لكن عفره بتتدخل هي كمان وبتقول لسالم ان مريجه هو اللي ساعدهم يرجعوا كتاب البروه وعشان كده لازم يعملوه بطريقه مختلفه عن باقي المسوخ. بعدها بتسال بدور عبود ليه ام الهيلان كشفت اسرارهم كلهم وجت عند عفره وسكتت. فبيقول لها عبود ان ده ما بيهموش وان اللي يهمه هو انه يرجع باباه ومامته. وفي نفس الوقت بتكون عفره مع الدوخي وبتقول ان ام الهيلان شككت الكل فيها عشان ما قالتش سرها. فبيقول لها الدوخي انها مسخ كذاب ومعظم اللي قالته عنهم كذب وهدفها كان انها تفرقهم وخلاص. وفي اللحظه دي بتدخل عليهم بدور وبتقول للدوخي انها تسجل في الجامعه تاني عشان ما يزعلش منها. بعدها بتروح عفره المكان اللي محبوس فيه المسوخ بس بيتلاعبوا بيها وبيهددوها ان هم يكشفوا سرها. وبتقع على الارض وبتشوف باباها قناد بيلوم الدوخي في الحلم لان المسوخ قبضوا 6 صيادين مره واحده. وبتشوف مامتها فاطمه وهي بتقول انها مش واثقه في الدوخي وبتقول لها ان حل اللغز مش بعيد وبتمسك ايدها وبتشوف الوش. ولما بنروح لعبود بنلاقيه مع المسخ مريجه وفجاه بيظهر جده سالم وبيطعن المسخ وبيحط عليه الشبكه وبياخده علشان يحبسه. طبعا عبود بيحاول يقنعه انه يتراجع بس بيصمم على اللي في دماغه وبياخد مريجه وبيحبسه. بعدها بيشوف عبود عفره وهي فاقده الوعي بيسمع المسوخ وهم بيضحكوا وبيخافوا بينادي على بدور والدوخي اللي بيجوا بسرعه عشان يسعفوها. ولما بتفوق عفره بيقول لها عبود ان مريجه اتحبس في القلعه بس الغريب ان شكله ما اتغيرش في الحبس زي باقي المسوخ وبيطلب منها تساعده على انهم يخرجوه. فبتقول له انها دلوقتي مهتمه بحل اللغز وبتقول له حاجه اغرب من قصه مريجه وبتفهمه انه بيغمى عليها في اوضتها وبتصحى تلاقي نفسها في القلعه وسط المسوخ وبتفهمه كمان ان احلامها دي ليها علاقه بحل اللغز. وفي نفس الوقت بتروح بدور لعمها الدوخي وبتقول له انها اكتشفت ان عفره بتاخد حبوب منومه وبتقول له كمان ان عندها سر لازم يعرفوه. وبيفتح كتاب البروه اللي اخده من مكتب قناد وبيقرا منه جزء عن صاحب الكف الموشوم اللي بينام ويصحى يلاقي نفسه في اماكن غريبه وبيلاقي نفسه عامل حاجات اغرب. وبيشكوا هما الاتنين في عفره وبيروحوا مع بعض عشان يشوفوها ويطمنوا عليها بس ما بيلاقوهاش في اوضتها لانها بتبقى نامت واتنقلت لمكان تاني عشان تدور فيه على حل اللغز. لما بيوصل الدوخي للقلعه بيلاقي عفره هناك. لما بيصحيها بتقول له انها كانت بتحلم بحاجات مهمه انها كانت قريبه من حل اللغز فبينصحها انها ما تصدقش اي حاجه بتشوفها في الاحلام لان المسوخ بتتلاعب بيها. لكن عفره بتبقى مصدقه كل اللي بتشوفه في احلامها وعشان كده بتحبس الدوجي وبتقفل عليه باب حديد وهو مش واخد باله وبتقول له انه خاين وانها شافته بيدي دواء لمامتها في الحلم وبيقتلها وده غير ال6 صيادين اللي ماتوا بسبب التجارب بتاعته. وفي الاخر بتسيبه وبترجع على البيت. وفي نفس الوقت بتقابل بدور عبود وبتقول له انها عارفه مكان كتاب البروه وبيقترح عليها ان هم يحاولوا يحلوا اللغز بنفسهم. وبيروح معاها وبيفتحوا الكتاب وبيقروا صفحه عنوانها الدار القديمه وبيكون مكتوب فيها ان في خط فاصل بين اللي بيحاول يحل اللغز وبين عتبه الفتنه وعشان كده لازم يتحصن قبل ما ياخد اي خطوه. ولما بيفكروا مع بعض بتقول بدور ان الدار القديمه هي القلعه وبيسالها عبود عن صاحب البصر والبصيره اللي بيتكلم عنه اللغز وبيخمن انه يبقى مريجه. وفجاه بتتمسح الصفحه اللي فيها اللغز وساعتها بيتاكدوا ان هم بيفكروا صح لان اللغز حله جوه القلعه. وفي نفس الوقت بتكون عفره رجعت لاحلامها اللي جواها بتقابل المس اللي واخد شكل مامتها وبتطلب منها تكشف لها كل الاسرار الخفيه. لكن مامتها قبل ما تكشف لها اي سر بتسالها عن مكان كتاب البروه وبتقول لها انه في المكتب بتاع باباها بس لما بيروحوا يجيبوه ما بيلاقيهوش. ولما بنرجع لعبود وبدور بنلاقيهم اخدوا الكتاب وراحوا المريجه وبيطلب منه عبود انه يساعدهم في معرفه سر الرمز اللي ظهر صفحه الكتاب بعد ما اتمسحت. وبيلمس مريجه راس عبود وبيعرفوا انه في قطعه ناقصه الطلسم بيعبر عنها وبيعرفوا كمان
ان الدوخي مسجون في القلعه، وعلى طول بيروحوا له عشان يخرجوه، وبيقول له عبود ان هم حلوا اللغز والقطعه الناقصه موجوده في القلعه، ومريجة هو اللي دلهم عليها. اما عفرة فبتبقى لسه مع مامتها، وبتروح معاها الزنزانه بتشوف فيها عظم جثث ميته، وبتسالها عنها وبتقول لها انها عظم مسوخ، لان الصيادين كانوا بيحبسوهم في القلعه لحد ما بيموتوا، لكن قناد غير العاده دي لما مسك حكم القلعه. وطبعا عفرة بتستغرب لان اول مره تعرف ان المسوخ بيموتوا. بتقول لها مامتها ان هم صحيح ليهم اعمار طويله بس في النهايه بيموتوا زي البشر بالظبط، وبتقول لها ان هم قربوا من السر اللي هم بيدوروا عليه، وبتشاور لها على سرداب طويل، وبتقول لها انها لازم توصل لاخر. نفس الوقت ده بيطلب الدوخي من بدور وعبود ان هم يرجعوا كتاب البروه لمكانه، وبيقول لهم انه هيلحق عفرة قبل ما تعمل حاجه غلط. فعلا بتروح عفرة مع مامتها وبتفتح البوابه، وفي اللحظه دي بيوصل الدوخي وبيطلب من عفرة تتراجع، بس بترفض وبيخرج من بوابه السحر اللي بيجمد الكل في مكانهم. وهنا بنرجع بالزمن للماضي وبالتحديد من 500 سنه فاتوا، وبنشوف نديم وهو بيلوم آسر على انه سرق كتاب البروه، وبيقول له آسر ان البروه كتاب سحر مش مملوك لحد عشان يتهمه بسرقته، وبيساله هو هيستفيد ايه من تحويل الناس لمسوخ. فبيقول له نديم انه بيستغل عبقريته وبيخلي الناس كلهم شبه بعض، لا فيهم غني ولا فقير، واللي هيشرب من الميه السوداء هيبقى مسخ قوي، والعباقره اللي زيه هم اللي هيحكموا الاقوياء دول وهيسيطروا بيهم على العالم. لكن نديم بيقول له انه مش من حقه يسلب اراده الناس عشان يسيطر بيهم على العالم، وبيقول له ان القوه اللي هو بيتكلم عنها مش دايما لحد واكيد هتتقلب ضده في يوم من الايام. وطبعا نديم مش بيتراجع عن اللي هو بيعمله، وبيعرض على آسر يتعاون معاه ويبقى قوي، لكن آسر بيرفض وبيعرض عليه يرجع له كتاب البروه مقابل انه يتخلص من الميه السوداء. ولما بيرفض نديم بيقول له آسر انه هيمنعه من دخول القلعه، وانه سد الباب اللي ما بينهم هو كمان للابد، وبيعرفه انه خبى كتاب البروه في مكان مش هيقدر يوصل له، ده غير انه كتب طريقه التخلص منه في الكتاب، وبيعرفه انه هيتخلص من الميه السوداء بنفسه وهيحط فيها قاروره سحريه تبطل مفعولها. لكن نديم بيلحقه قبل ما يعمل كده وبيتخانقوا وبيقتلوا بعض. بعدها بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف القاروره السحريه ظهرت قدام عبود وبدور، وبيرجعوا هما الاثنين يتحركوا. بيشوف عبود كتابه جديده بتظهر في كتاب البروه وبيصور، وبيطلب من بدور تخبي الكتاب بتاع البروه، وهو هيروح لجده وللصيادين اللي في الوقت ده بيحاربوا المسوخ اللي خرجوا من البوابه اللي عفرة فتحت. بعدها بيوصل الدوخي للمكان اللي فيه عفرة وبيطلب منها تيجي معاه، وما تصدقش الست اللي بتكلمها على انها مامتها، وبيحاول يفهمها انها مجرد مسخ مش مامتها. بس عفرة بتبقى مسلوبه الاراده وبتتكلم مع مامتها المزيفه بالنيابه عنها، وبتقول لها للدوخي ان الوشوم اللي على جسم عفرة معناها انها مسكونه بروح مسخ اسمه عسيون، وبتهدده انها تحولها المسخ لو ما جابلهاش كتاب البروه فورا. اما عفرة فبتبقى مستغربه من اللي بيحصل قدامها، ولما بتشوف قدامها مسخ بيظهر في صوره باباها بتساله هو ليه مش بيبص لها زي زمان ولا بيسالها عن حالها. فجاه بتفقد الوعي وبتقع على الارض. فبيقدر الدوخي انه يجمع فريقه من جديد، بيطلب من عبود يقرا لهم الرساله اللي ظهرت له في كتاب البروه، وقدر انه يصورها. وبيفتح عبود تليفونه وبيقرا وبيقول لهم ان دي وصيه آسر لهزيمه نديم، وبيسمعها غريب وصاحبه من قومه سيس، وبيقولوا ان ده كلام ما يكتبوش غير ساحر وقوه آسر فعلا. وهنا بنرجع للماضي وبنشوف نديم بيفوق بعد ما آسر طعنه، وبيرمي نفسه في البير اللي فيه الميه السوداء عشان يتحول لمسخ ويعيش لفتره اطول. بعدها بيقرر الدوخي انه يحط قدامهم القاروره السحريه اللي طلعت من كتاب البروه، وبيعرفهم ان هم هيقدروا يهزموا نديم عن طريقها. ولما بيعرف الدوخي ان نديم ما ماتش بيخمن انه هو اللي ساكن في جسم عفرة ومسيطر عليها. لما بيفكروا مع بعض بيوصلوا ان ام دويس هي اللي ساعدت نديم عشان يسكن في جسم عفرة، وبيقول كمان ان نديم هو عسيون لانه روح شريره وليه اسامي كتير. وفي نفس الوقت ده بتكون عفرة لسه تحت سيطره المسوخ اللي بيحاولوا ان هم يعرفوا منها مكان كتاب البروه. ولما بنرجع للدوخي بنلاقيه بيقول للفريق بتاعه انه هياخد كتاب البروه ويديه لام دويس عشان يرجع عفرة، وبيفهمهم انها اشترطت عليه كده. وبيعترض سالم وبيقول له ان المسوخ اللي وصلوا للبروه هيقضوا عليهم بسهوله، وبيقترح عليهم انه حتى لو سلموا كتاب البروه لام دويس لازم يرجعوا ياخدوه مره تانية. وبيقترح الشيخ اللي من قومه سيس ان هم يستخدموا الاعشاب بتاعتهم للسيطره عليها. اما عفرة فبتبقى بدات تعرف الحقيقه، بس ام دويس بتحاول تسيطر عليها تاني، وبتفكرها ازاي سيطرت عليها قبل كده لما اتعورت وهي شربت من دمها، وبتعرض عليها تسقيها من الميه السوداء وتحولها لمسخ، لكن عفرة بترفض. وفي نفس الوقت بيكون الدوخي قرب منهم مع فريقه، وبيبعت واحد من قومه سيس يرش على المسوخ الاعشاب اللي بتخدرهم وعشان يهربوا، وهما بيصطادوهم واحد واحد. باللحظه دي بتتشجع عفرة وبتطعن ام الدويس وبتاخد باباها وبتهرب، ما بتكونش لسه قادره تصدق انه مش ابوها وانه مجرد مسخ، وعشان كده بيرفض انه يروح معاها لحد الباب ما بيتقفل بينها وبين باقي فريقها. وبترجع ورا المسخ وبتشوف نسخه منها مرميه على الارض، ووقتها بنفهم ان نديم لسه مسيطر عليها وان مصيرها غامض ومش معروف. الفيديو ده كتبته سارة شوكت، سجلته امل عقيل، ومنتجه احمد حجازي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في ال50 عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.